بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل معاكم كده حاجات بسيطه خالص، ماشي؟ خليكم معايا اوريكم هنعمل ايه النهارده. حبايب قلبي، انا هعمل قلقاس بالطماطم مش بالسلق، تمام؟ طبعا هعمله وهدخله الفرن، وهعمل لحمه ريش بالخضار، تمام؟ متفقين؟ مش مختلفين؟ يا رب ما نختلف ابدا. ماشي حبايب قلبي، تمام. خليكم معايا في مفاجأة تانية. وعندي كنافة من رمضان، طبعا رمضان التاني جاي اهو، ما ينفعش بقى، لازم نستغلها نعملها اي حاجة. فاحنا هنعملها عزازية. في ناس بتقول عزازية، في ناس بتقول عزيزة، في ناس بتقول لها اسامي كتير قوي، تمام؟ هعملها برضو معاكم. هو ده يا حبايبي اللي انا هعمله النهارده. وهعمل ان شاء الله ان شاء الله هعمل رز بالشعريه، تمام؟ هتبل طبعا اللحمه عشان اسيبها شويه تتبل وتشرب من التتبيله. وبعد كده اقطع القلقاس، هوريكم اقطعه ازاي. وهسيبه برضو شويه على البلانشه وهعمل بقى العزازيه وهوريكم هنعمل ايه النهارده. لايك واشتراك في القناه يا احلى ناس في الدنيا. انا قناتي واقعه خالص والله العظيم، ولا مشاهدين ولا مشاركين ولا اي حاجه، ولا لايكات ولا اي حاجه. الله يستركم دنيا واخره. عايزه لايكات، عايزه مشاهدات، والنبي حتى لو الفيديو مش عاجبكم اتفرجوا عليه وخلاص. ماشي يا حبايب قلبي، عشان والله قناتي واقعه. بس انا صراحه ما بنزلش كتير، معلش، عشان يعني هو في ظروف كده، فمعلش بقى. وانا بصراحه كنت عامله فيديوهات كتير قوي، وجيت تليفون عملها فيا ابن اللذينه ده ومسحها. وبعتلكوا قبل كده يا جماعه عايزه اعمل معاكم بس مباشر، ابعتولي في التعليقات اعمل ولا لا. شكرا، خليكم معايا هتشوفوا كل حاجه، ولايك ومشاهدات كتيره. نفسي اجيب $10، مش عارفه اجيب $10 يا جماعه. الله يستركم، خليكم معايا والنبي ما تسيبوني. بصوا يا حبايبي، انا هقطع الطماطم والبصل والفلفل كده، اللي عايز يبشرها يبشرها، بس انا هقطعها كده عشان تطلع مع الخضار، تمام؟ عشان انا قلت هعمل لحمه ريش بالخضار. ماشي يا حبايب قلبي، هقطعها كده رفيع، وهقطع البصل زيها رفيع. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجه هحط ورق لورا، تمام؟ هحط شويه من البابريكا، تمام؟ هحط ملح، تمام؟ وهحط كزبره، وهحط فلفل اسمر، هحط شويه حبهان صغيرين عشان هما مش بيحبوا حبهان كتير في التتبيله بتاعت اي حاجه، تمام كده؟ تمام. هروح اجيب روزماري وبازلكا من الجنينه واجيلكم اهو يا حبايبي. ده روزماري اهو، ودي بازلكا. اللي ما عندوش مفيش مشكله، حلوه قوي التوابل دي، كفايه يعني، عارفين يعني، عادي مفيش مشاكل. تمام، بقطفها كده. والروزماري بعمله كده، المكون الجميل اللي السوسو بتحطه في اي تتبيله.
معلقة عسل برضو، لو ما عندكيش مفيش مشكلة، وعادي عسل ابيض عسل اسمر مش مشكلة، يعني مش شرط عسل ابيض. تمام. هقلب كله مع بعضه كده. كده زي ما انتم شايفين. وهضيف عليه اللحمة. هديها برضو قرن فلفل كده او نص قرن، ما عندكيش برضو مفيش مشاكل، ما توقفيش نفسك على حاجة. طبعا هحط كده اهو. وهقلب طبعا كله ببعض زي ما انتم شايفين كده. تمام. هتحطي ايه تاني يا سوسو؟ ممكن احط ليمونتين معصورين برضو، مش هسيبكم، كل حاجة قدامكم يا حبايبي. اديها عصرة ليمونتين كده معصورين. متنسونيش يا حبايبي في المشاهدات والنبي، حتى لو الفيديو مش عاجبكم بالله عليكم تتفرجوا عليه عشان خاطر ربنا. هقلب كده كله ببعضه. وهسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما اقطع القلقاس واعمل العزازية واحطها في الفرن، وبعد كده اعمل معاكم اللحمة. طيب يا سوسو، القلقاس اللي بالطماطم بيتغسل؟ لا، فوطة نضيفة وبتمسحيه كده كويس، ما بيتغسلش يا حبايبي عشان ده هيتحمر. ماشي. معلش دي هشيلها كده عشان مش حلوة اهو. شيلناها. وهعمل كده. تمام. وهعمل كده وهقطعه بالطريقة دي. شايفين السلك؟ مش لازم تكون تخينة، لازم تكون كده يعني. خلي بالكم. اقطع كده كله اهو. هقطع كل الكمية وارجع لكم تاني. كده قطعت اهو. بصوا خلي بالكم السمك اهو. ماشي. كده قطعت القلقاستين الاتنين. ماشي. هعمل عزازية ولا احمر القلقاس الاول؟ طب احمر القلقاس الاول. تمام. يلا بينا يا حبايبي. احمر القلقاس. طبعا قلنا ان هو ما بيتغسلش. تمام. احمره كده. لايك واشتراك. اهو يا حبايبي القلقاس. انت طالع يا يحيى في الفيديو، تعالى كده. معلش يا حبيبي.
ودي اللحمه اللي انا تبلتها معاكم. لما اجي اسويها بقى هتبقوا معايا في كل خطوه. اهو قرب يحمر اهو. اهو يا حبايبي، ادي لونه. طلعه بقى كده واحطه في المصفى. تمام، وهحط تاني زي ما انتم شايفين اهو. احط الكميه اللي فاضله كلها مره واحده. ماشي، غيرت الطاسه عشان حسيت ان هو هيتكربس على بعض، فحطيت طاسه كبيره شويه. ماشي، اهو كله شلته حطيته مره واحده. معلش، انا حطيت طاسه كبيره عشان كله ما يتعجنش على بعضيه. ماشي حبايبي، اهو نبص على القلقاس احمر وبقى زي الفل. تمام، بشيله نحطه في المصفى. نطفي بقى على الزيت ونروح نكمل العزازية. نقطع الكنافة كده، وحطيت اللبن على النار يسخن، وهنعمل كل حاجة ان شاء الله النهاردة مع بعض. مشاهدات يا ناس يا جميلة، لايك واشتراك. 10 دولار، بقالي 6 شهور مش عارفة اعملهم يا جماعة، والنبي عشان خاطر ربنا يخليكم.
كلها عملتها كده. وهتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. بصوا يا حبايبي، انا هعمل بايركس ده وهعمل دي. حبيتي مثلا تعملي تودي لاي حد من اصحابك، اي حد تودي له هديه، جارتك، حبيبتك، اختك، ممكن تعملي لها دي. فانا هعمل دي ودي. تمام. بصوا احنا هنا ما بنحبش السكر كتير، اللي عايز يحط سكر كتير يحط، يعني يزود. انا هحط بس كوبايه. تمام. وهحط على اللبن حته زبده. اللبن طبعا انا مسخناه. تمام. اديله حته زبده كده حلوه بنت حلال. وهقلب كله في بعض، السكر مع الزبده مع اللبن. هشوف لو الكنافه كفت هنا وهنا تمام، ما كفتش يبقى هعمل بايركس بس. ايه حلو. احنا مع بعض نقلب طبعا السكر كويس. انا غاليه اللبن. تمام. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفرن. طبعا انا شايفه ان هي محتاجه لبن، هزود لها لبن بارد مش مشكله، مش مش هيحصل حاجه. شوفها برضو، كل ما تبقى طريه كل ما تبقى احلى. محتاجه لبن تاني هحط لها برضو. ماشي. قد ايه لبن؟ لا مش عارفه، ممكن كيلو، ما هو حسب ما انت هتعملي الكميه اللي انت هتعمليها. شوفيها انا اوريها لكم هتبقى في ايديا عامله ازاي، عشان انتوا تبقوا ايه برضو واخدين بالكم منها. خليكم معايا نخلصها وارجع لكم. بس حبايب قلبي حسيت ان هي مش مسكره قوي، فحطيت ربع كوبايه كمان، يعني كده كوبايه وربع. تمام. بصوا يا حبايبي اهي، ده كيلو كنافه اخد مني كوبايه وربع سكر وكيلو ونص لبن. بصوا تبقى كده زي الكيكه. شوفوا انتوا بتعملوا الكيكه ازاي، زي الكيكه بالظبط. يلا لو عندك كنافه في البيت من رمضان في الفريزر قومي يلا شكليها واعمليها، وهوريكم في النهايه هيبقى شكلها ايه. دهنت البايركس
بايركس زبدة، ودهنتي دي كمان زبدة. اوكي، يلا نحط بقى نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بتعملها بالمكرونة، بس انا لقيت الكنافة من رمضان قلت حرام نستغلها في حاجة حلوة ياكلوها بعد الايه، بعد الغدا. ماشي يا حبايبي اهي. كده طيب هتعملي ايه يا سوسو؟ هحط كده يعني زبدة كده بسيط خالص على الوش. برضو عشان هما هنا مش بيحبوا الزبدة والحاجات دي كتير، لكن لو عندنا في البيت مش قادرة اقول لكم اعمل ايه. احط سمنة بلدي قد كده. ما انا من المنوفية بقى، والمنوفية مشهورة بالسمنة البلدي، فمش هرحمها، اخليها كده مش قادرة اقول لكم بتخر سمنة بلدي. اهو يا حبايبي وزعت كده زبدة على الوش، مش كتير، وهدخلها الفرن واوريها لكم لما تطلع من الفرن هتبقى عامله ايه. كل حاجه بايدك يا سوسو؟ كل حاجه بايدي، بحب احس الحاجه. تمام، يلا ادخلها الفرن ولما تخرج من الفرن اوريها لكم. ايوه انا هحط زيت زيتون شويه.
نغطي ووطي النار. ده كرفس انا مظبطاه ومقطعاه وحطاه في الفريزر، احط شويه عليها يديها ريحه وطعم حلو شويه، خليها ريحتها تحفه. ماشي، ما عندكيش كرفس مش مشكله برضه، اي حاجه يعني ماشي حالك. ممكن تحطي بقدونس. وهحط معاها خضار اللي هو كوسه وجزر وبطاطس. ده انا حطيت كام واحده بس يدوا ريحه. ماشي، دي البصله بتاعت الصوص بتاع القلقاس. تمام، او بشرت طماطمتين 3 طماطمات. ماشي، وهشوح البصله واضيف عليها الطماطم والثوم، وهعمل طبعا صوص القلقاس وهوريهولكم وهدخله الفرن. تعالوا نبص على اللحمه. مش قادره اقول لكم على الروايح، ريحتها تحفه والله العظيم، ريحتها جميله قوي. انا موطيه عليها، واول ما تخشي في السوا هحط الخضار اللي هو عباره عن كوسه وجزر وبطاطس. ماشي حبايبي، هو يا حبايبي البصله بصوا اهي احمرت كده. مش هضيف الطماطم، وهسيبها تتسبك مع نفسها. تعالوا نبص على اللحمه. بصوا اللحمه حطيناهاش اي حاجه، هي بتبك ميتها، لو احتاجت ميه هنحطها. التوابل بتاع القلقاس: بابريكا، ملح، كزبره، فلفل، كمون، سكر. تمام، كل ده هننزل بيه كده. انا اديتها اللحمه ربع كوبايه ميه. تمام، وحطيت هنا برضو ربع كوبايه ميه، وهزودها صلصه واظبطها وافضيها على القلقاس. تعالوا بقى نشوف الجمال. الجمال الجمال الجمال، شفتوا في الفرن اهي، ودي كمان اهي. اهي يا حبايبي بتغلي، هفضيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي فضيت اهوت الصلصه بتاعت القلقاس اهي. ماشي، ولما اطلع بقى العزازيه هدخلها الفرن. تعالوا نبص على اللحمه. بصوا هي كده محتاجه الشوايه. لو ولعتلها الشوايه اهو، مر بقى ولا عارفه انا ليه حاساها في التليفون حمرا، مش فاهمه، لانها لسه يعني عادي بقى، انتوا الصاج بتاع الفرن. بص انا طفيت الشوايه وحطيت القلقاس، يعني عشان ايه؟ حسيتها ان هي لسه ناقصه شويه، فحطيت القلقاس بقى. الفرن كبير فحطيت القلقاس جنبيه. يا جمال اوعى الرخامه يكون عليها ميه، تحطوا عليها البايركس طالع من الفرن نفرقع على طول. خلي بالكم من النقطه دي. يعني حاسه التانية عايزه شويه. انا ما استنيتش على ما تبرد صراحه، بس تحفه. وسكرها مظبوط جدا، حلوه قوي 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 قوي. جربوا تعملوها. لو عندكم كنافه من رمضان، بدل ما تشتروا طبق حلويات بقد كده، وفروا بقى، الدنيا غالى. ولا ريحتها
فظيعة، طعمها حلو قوي. اللي يجربها يقول لي في التعليقات طلعت عاملة ايه. ماشي، والله العظيم جميلة. بتقرمش ازاي؟ لما تبرد هتمسك كمان. بصوا الخضار اهو، هرص عليه اللحمة، واللحمة يعني مستوية بس انا عايزاها مستوية اكتر. على فكرة مش لازم تعملوها بريش، تعملوها بأي نوع لحمة. اهي يا حبايبي بصوا، هوطي بقى النار عليها تاخد وتدي كده براحتها. اهي يا حبايبي كده خلاص، كده انا هطفي عليها او شبه طفيت عليها يعني، بس عايزه اوريها لكم وهي بتغلي. هشيل لكم اللحمه كده شويه عشان اوريكم الخضار كمان. بصوا الخضار استوى اهو، وكله كده زي الفل، وانا مش هغرفها، اطلعها كده زي ما هي عشان ما بهدلهاش. زي ما انا قلت لكم ممكن تعملوها باي نوع لحمه، مش شرط ريش يعني، مش لازم ريش. واعمل رز ابيض طبعا جنب القلقاس وجنب اللحمه بالخضار. اوكي، بصوا حبايبي ده كان اكل النهارده. اللحمه طبعا اللي انا قلت لكم عليها، ورز ابيض، والقلقاس، ودي العزازيه. كده كان كل اكلنا النهارده. احنا طبعا متفقين مش مختلفين ان انا ما بغرفش، بوريكم الاكل كده. ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.